بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي الشطار ابطال سنه اولى ابتدائي، اهلا بكم يا شطار. النهارده الدرس الثاني والثالث من كتاب الرياضيات بتاعنا المنهج الجديد. اهلا بمامي اللي بتتفرج معاه ابنها على الفيديو ده. ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنتعلم ازاي نكتب ونعد من 1 ل5. اول حاجه لازم ابننا يا ست الكل يعرفها في الدرس ده ان انا اعرف اكتب من 1 ل5. انا عارفه ان في اولاد كتير عندنا وده من الحضانه بيعرفوا يكتبوا حتى من 1 ل100. تمام. الجديد عليا او اللي انا لازم ابني يعرفه ان يكتب من 1 ل5 وكمان بالعربي وكمان بالعربي. طيب انا هعملها ازاي مس؟ طبعا الكتاب فيه الصور زي ما اتفقنا من الحاجات الجذابه قوي، والالوان من الحاجات الجذابه للاطفال. انا هجيب لابني كراسه خارجيه انا هتعامل فيها مع ابني ان انا هعلم ابني ازاي يكتب الاعداد من 1 ل5. تكتبي له 1 في صفحه بالحساب جنب منها بالعربي، تمام. يكتب 1 بالحساب و1 قصادها بالعربي، يبقى عارف ان الكلمه 1 بالعربي دي هي 1 بالحساب لازم. طيب هعمل كده لحد العدد 5. لو جهنا نتمرن بقى في الكتاب بتاعنا ونتدرب في الكتاب بتاعنا هلاقي الكتاب عندي متنقط اصلا على اساس ان الطفل يبقى سهل عليه ان هو يمشي بالقلم بتاعي على النقط فيعرف يكتب. أدا 1 وهكذا بقى 2 لحد ما اوصل ل5. يبقى همشي ابني لو هو بقى اول مره يكتب 1 صحيح و2 لحد 5 همشيه بالقلم بتاعي على النقط لحد 5. وزي ما اتفقنا هيبقى معايا الكراسه اللي هكتب لي فيها من 1 ل5 بالعربي وبالحساب. هنيجي بقى هنا في التدريب الثاني في التعلم الثاني عشان نعرف نعد من 1 ل5. زي ما انتم شايفين الكتاب قدامك اهو كله عباره عن صور والوان، وده اكتر حاجه بيحبها الاطفال. خلاص جميل جدا جدا جدا. هنا مكتوب 1 2 3 4 5 بالعربي. هطلب بقى انا من ابني تحت يعد الموز ويقول لي ويكتب لي اعدادهم تحت، فيقول لي 1 2 3 4 هيكتب 4. ده بعد ما دربه وامرنه كويس جدا ان هو يكتبهم لا اما في الكراسه لا اما في الصفحه اللي هي متنقطه دي. تمام. هيعد. احنا في الفيديو اللي فات علمناه يعد. في الفيديو ده كم عصفورة؟ 1 2 3 هيكتب 3 وخليه هو يكتب. خلاص. وبعدين هنا كم برتقانة؟ 1 2 3 4 5 وخليه يكتب العدد 5. خلاص. وهكذا نفس الكلام لما اجي تحت في التدريب اللي تحت اقول له عد البالونات اخليه يعد ويكتب العدد هنا في النقاط. تمام. يبقى انا كده علمته ازاي يكتب من 1 ل5 بالحساب وبالعربي وكمان يعدهم ويكتب الاعداد. هتيجي تبصي هتلاقي عندك ورا في تدريب جميل قوي قوي عبارة عن العدد بالعربي وبالحساب. 1 اهو 1 هيكمل الجدول بتاعي وكمان بالعربي تحت اهو متنقط برضو هيمشي عليه واحدة واحدة ويكتبه. ممكن لو ابني لسه بقى مبتدئ ولسه بادئ يكتب ما ادلوش كل ده مرة واحدة، ممكن اديله 1 2 3 مرة. تمام. واكمل له 4 و5 في مره تانية عشان ما يزهقش مني وما يكونش عليه كتير. يعني ممكن اخدها جزء جزء ده واعتبر ان ده واجب لابني اهو واديهوله واسيبه بقى مع نفسه بعد ما امشي بالخطوات اللي في الصفحات اللي فاتت يوريني كده يكتب 1 2 1 ازاي 2 ازاي بالعربي وبالحساب. ولو الموضوع سهل عليه بالنسبه له خليه يعمل الصفحه كلها لحد 5. في الصفحه الثانيه هطلب منه يعد ويوصل بالاعداد الصحيحه. الطريقه دي جميله جدا وبتثبت المعلومه. يعني هقول له ده كام ارنب؟ 1 2 3 4. اكيد هو خلاص عرف شكل الاربعه فهيدور على العدد 4 مكتوب ازاي وهيوصل عدد الارانب بالعدد بتاعه الاربعه. كم نحلة؟ 1 2 3 4 5. هو عارف ال5 شكلها ايه هيوصل بالقلم بتاعي كده ال5 وهكذا. تمام. تمارين جميلة جدا وملونة وحلوة. طبعا انا مش هطول عليكم كده. هبقى انا علمت ابني يعد ويلون يعد ويكتب العدد بالعربي وبالحساب لحد 5 ويعرف يكتبه ويتفرج كمان على الالوان الجميله. وفي نفس الوقت اللي انا مصممه عليه عرفيه على الاشياء، عرفيه دي اسمها ايه ودي اسمها ايه ودي اسمها ايه. تمام. ان شاء الله في الفيديو القادم هحل انا بقى معاكم تقييم الاضواء ده
حتى الدرس الثالث هحله لوحده كده في فيديو خفيف لطيف، نتفرج عليه مع اولادنا وان شاء الله تستفيدوا. تابعوني. طبعا الموضوع بالنسبه لكم وبالنسبه لنا كمان وبالنسبه للاطفال من البدايه كده سهل، لكن طبعا لما ندخل جوه في المنهج هنلاقي حاجات بقى محتاجه الايه، محتاجه التركيز. ربنا يوفقكم ويعينكم، وبوسه لكل حبيب ليا في سنه اولى ابتدائي. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله.